حقيقة في بداية الأمر يعجز اللسان عن الشكر لكم جميعا، بداية من سمو أمير المنطقة. حقيقة أكرمني في اتصال ليلة البارحة، وحقيقة سمو الأمير مش يعني أخ وأكثر من الأخ، سنحت الفرصة اليوم في هذا اللقاء المبارك في بيت أخ لي أعتز به وأفتخر به. حقيقة من فضل الله الواحد يصعب ربما عليه الكلمة بعد ما كانت كلمة فضيلة الشيخ والأخوان الشعار، بعدها الشعر والكلمات الطيبة. حقيقة دائما تصعب الكلمات، لكن أحمد الله أنه يساعد كلمتي صوت هذا الوطن، فهو أجمل قصيدة وأجمل كلمة. لكن حقيقة أنا سأثني على كلمة الشيخ الله يجزاه خير. واليوم الحمد لله من فضل الله هذه الوحدة الوطنية التي تستمتع فيها هذه البلاد، وهي ميزة وسمة وليس حقيقة اكتساب من أي تصنع أو ما شابه ذلك. حينما كان يذكر الربيع العربي أو ما يسمى الخريف العربي، الربيع العربي ها نحن نعيشه الآن، نعيشه بمعانيه ومظاهره وأشكاله. بفضل الله اللهم لك الحمد، أنتم تسمعون الحين صوت المطر بالخير وتشوفون بعيونكم الربيع اللي احنا نفتخر فيه. الربيع ليس ربيع أرض فقط، الربيع ربيع أنفس. والحمد لله هذه البلد من فضل الله امتازت بربيع النفس، ربيع النفس في العقيدة، ربيع النفس في الأصالة، ربيع النفس في الانتماء، ربيع النفس بالوحدة اللي اللهم لك الحمد فرضها الله وأقرها الله لهذه البلد من بداية الأنبياء. ربي اجعل هذا البلد آمن، يعني اللهم اجعل هذا البلد آمن دائما وأبدا، من أجل مصداقية توجه، من أجل مصداقية حكم، من أجل مصداقية شعب. نحمد الله اللي خص لنا ولاة أمر أبرأوا ذمتهم أمام الله عز وجل وأبرأوا ذمتهم أمام أمانتهم المحملين بها. نحن اليوم نصدر لنا سلمان بن عبد العزيز كل المعاني الإسلامية، كل المعاني العربية، كل المعاني التي تجسد هذا الكيان العظيم اللي نفتخر في انتمائنا له. آخر دعوانا والدعاوي مستجابة، ومن ضمن الأوقات المستجابة لحظة نزول المطر. نسأل الله أن يديم على هذا الوطن الأمن والأمان، اللهم آمين. وهي من أكبر النعم اللي حقيقة الإنسان دائما يدعو لها ويدعو بها. ونسأل الله عز وجل أن يديم علينا هذه الوحدة اللي نمتاز فيها، ونكاد أن نكون نحن من ضمن شعوب تكاد تكون قليلة جدا اللي نمتاز بهذا التآلف وهذا النسيج العظيم اللي نسأل الله أن يديمه على هذه البلاد. فحقيقة أكرر في كلمتي وآخر كلمتي، أنا لم آتي هنا ضيف، أنا أتيت هنا ابن لهذا البيت وأخ وصديق لأخي جمال. وحقيقة لكل الحاضرين أنا واحد منكم، الله يطول عمرك، ونسعد بمثل هذه الزيارات. وأنا والله صادق لم أرتب لا كلمة ولا أعلم أنه سيكون هناك كلمة، إنما كان الكلام
كلام قلب للقلب. وأسأل الله عز وجل أن يديم علينا هذه النعمة. شكرا لكم جميعا. اللهم